السلام عليكم خوتي. في هذا الفيديو غادي نشوفوا كيفاش ان الاعلام الجزائري استسلم وهز يدو السما وبقى كيقول لا ياخذ الحق في القجع. ما نلوموهمش لان الصدمات متواليه، صدماتهم الكاف، صدماتهم نهضة بركان، ودابا غادي تصدمهم الطاس وصدماتهم. نشوفوا الفيديو. دخل الوزاره تدخل قبل في الجزائر هنايا واش راهو صارين مشاكل باش تدخل على برا. هنايا وزاره الشباب والرياضه شغل اللي ما عندناش في الجزائر. تدخل قبل في البلاد تاعك وين كاين الخلوطه والتكتوكه، فهمتني، ومن بعد روح على برا. ما كاش حنايا. نقطة أخرى أمين أقصاص، مباركة رئيس الجامعة المغربية لكرة القدم لنهضة بركان التأهل مباشرة بعد عدم إجراء مباراة الإياب حتى قبل قرار الطاس وقرار الكاف، يعني مباشرة المباركة للفريق المغربي. ما تشوفش باللي الكاف حاليا رهينة؟ لا رهينة، اللي بريزون اوتاج. لا بيان سور رهينة إلى واسمه البريزيدون تاع المروك، واسمه قوله لي. نعم. القجع باينه رهينه، يدير واش يحب، في لاكاف. لا بروف يبدلوا قوانين كما يحبوا. ديجا كان العام اللي فات عندهم مشكل ديجا مع الاهلي كيفاش برمجوا مقابله تاع هي نورمالمون لقاء ذهاب واياب، برمجوه في دار البيضاء، لقاء داروه ذهاب برك هذا ما كان، وفازوا على الاهلي ب 2-0. على بالي فريق ديالو سي نورمال. دوك اليوم تقول لي نتايا بارك له يديفوندي الفريق تاعو، وهذه حرب نفسيه ثاني، استفزاز ديراكت. دوك حنايا هو سي نورمال يضارب. انا ما نلوموش باسكو يضارب على حق تاع ليكيب تاعو، ماذا به. مي حنا ثاني لازم يكون عندنا رجال ويضربوا على حق تاع اتحاد العاصمه. نعم. علي بشير، رئيس الكاف ما هو دوره حاليا؟ رئيس الكاف ما عنده اوكين كريديبيليتي، خلاص. موتسيبي وي راحت، ما عنده اوكين كريديبيليتي. يكذب عليك. البلده اللي صحاح وين الرجال ما دايرينلوش، ماش حاسبينه كاع اللي بريزون د لاكاف يهضروا مع الاخرين الكوميتي اكزيكوتيف. ما هو كريديبيليتي شو واش صاير. سي تينونت عيب. وملي جا هو لاكاف هذه كنا نشتكيو شويه من اللي فات حياته واحمد احمد. مي ماشي كيما هذا كارثه. هذا لا كارثه. هذا اش بك؟ لا شاهد خطره سالوا صحفي جنوب افريقي قال له انت المقر تاع المكتب ديالك في مصر، يعني مقر الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم في القاهره، لم يدخله سوى 3 مرات منذ بدايه العهده ديالو. رجل ثري جدا، رجل سياسي ايضا. واش جابوا اليوم كره القدم الافريقيه؟ هناك مصالح اخرى، يعني بعيده عن كره القدم وبعيده عن تطوير كره القدم وبعيده عن معالجه مشاكل كره القدم الافريقيه التي لم مازال ما براتش ان صح القول بممارسات قادره مماثله، انك تمنح الشرعيه لنادي نهضه بركان باش يلعب بخريطه مماثله، وتعاود تاكد ذلك عن طريق لجنه انضباط وتاكد انه اتحاد العاصمه هو المنهزم 3-0 وتجبره على لعب لقاء العوده. امور مماثله قلت لك ما زلنا نشوفها في هيئه ليست نظيفه اطلاقا، وهناك النفوذ من قبل اعضاء يسيرون هذه الهيئه كما يرغبون. هناك اعضاء مؤثرين جدا في لجنه التحكيم، ولقجع يسير لجنه الماليه وهو نائب رئيس ايضا، كاين لوكوميل ايضا. يعني قلت لك اي مختطفه ان صح القول. راهنه اكيد هاي القرارات الاخيره تؤكد ذلك. قضيه اتحاد العاصمه قلت لك مفصليه، قد تقلب كل شيء في الاتحاد الافريقي. يعني هناك اتحادات في افريقيا تعاني ايضا الامرين، هناك اتحادات فرقها تعاني ايضا الامرين. يعني هي تنتظر هذه الفرصه من اجل اللي قلت لك قلب الموازين. هذه القضيه ان شاء الله لو تنصفنا الكونفدرالي الطاس عفوا، انا قلت لك ستحدث ثوره، لانه ستكون خساره كبيره جدا للقجع ومن معه. تكون ضربه موجعه للكاف. امين اقصاص، فاصل اشهاري قصير ونواصل مشاهدينا. نعم، قبل الفاصل الاشهاري يشير لي الزميل حمزه سيلبي لطالما امين اقصاص نددنا بضعف الجزائر في اروقه الكاف، الى متى سيتواصل هذا الضعف؟ شوف مع كثره تغير رؤساء الفاف في قلنا انا ديجا تكلمت على هذا الشيء هذايا، قلت ما تقدرش انت دير قوه في لاكاف وانت كل عام تبدل ان بريزيدون فيديراسيون. ما تقدرش. لازم باش دير جذور في لاكاف لازم ديجا في البلد تاعك تكون 5 سنين 6 سنوات 7 سنوات 10 سنوات كما كان اسمه محمد روراوة.
نقول باللي باش تبني يعني قلت لك جذور لازم تطول. احنا رغم أن الجزائر بلد قارة ورائدة في إفريقيا، قارة كخريطة، بلد بحجم قارة، بلد ورائدة سياسيا في إفريقيا. احنا عندنا بلدنا كبيرة وي، بصح الاشخاص هذوما ماهمش يخدموا البلد تاعهم، هذو الاشخاص هذو يخدموا مصالح شخصية تاعهم. شكون واحد انت كي تقول لي بلد كبير وكذا، وي بلد كبير، مي يعني تحدث على السلك الرياضي خاصة في كرة القدم. نعم شو نتكلموا احنا رياضيين، احنا خاطينا سياسة. انا دوكا ندخل في السياسة وانا خاطيني سياسة. انا لعبت كرة قدم نهضر على كرة قدم. انا نحكي لك الرجال هذوما لازم انت ولا كنت تحب بلادك لازم تخدم بلادك، تمد كلش باش البوست اللي تكون فيه، وكونترير الناس يولوا يشوفوك قالوا الله بارك الله في هذا الانسان. هو الجزائري هو من ساهم في ابعاد جزائريين من الكونفدراليه الافريقيه لكره القدم. لو كان اسمح لي لا معليش تفضل. لو كان عندنا جزائريين في الكاف لا تمرر الخريطه عبر في قميص ولا يوافق عليها قبل بدايه الموسم، قبل بدايه البطوله. يعني اليوم رانا جينا في نقدروا نقولوا طفرت، لانه تم الموافقه. هو بركان يقول كان اعطاني الاتحاد الافريقي منحني الحق اني نلعب هذا. لو كنا نملك عضو واحد جزائري كان قادر يتفطن لهذا الملف في بدايه الموسم ويرفض ويكون اعتراض وما يتحصلش الفريق على هذا القميص الوهمي. مثل ما تفطنت الفاف علي بن شيخ قبل المرور إلى الفاصل الإشهاري، مثل ما تفطنت الفاف. نعطيك مثال يعني في كيفية استعمال الرياضة خاصة كرة القدم لتمرير رسائل سياسية. مؤخرا قبل انطلاق دورة أقل من 17 عام هنا في الجزائر تم إرسال لاشارت للفاف من أجل المصادقة عليها حتى تكون يعني الصورة الرسمية لمنافسة شمال إفريقيا أقل من 17 عام. تصور علي بن شيخ أنه هذا لاشارت فيها خريطة شمال إفريقيا، المغرب، الصحراء الغربية بأخضر حامق، يعني افيك ان فير فونسي، وفيها نجمة حمراء. شافوها يعني في الفاف. تم رفض هذا الأمر جملة وتفصيلا. عودوا اتصلوا بالمكتب المتواجد في تونس من أجل يعني إعادة صورة أخرى تمثل هذه المنافسة. يعني الناس راهي تعمل لتمرير رسائل سياسية عبر كرة القدم، سواء في الأندية، في المنافسات الشبانية، في كرة القدم النسوية وغيرها من الأمور. بيان سور هما ما راحش يطلقوك، يستعملوا تو لي مويان باش يديروا دي تروك بوليتيك. ما عليك نتايا كفاف دير معاك رجال تري كومبيتون في هذا الباب، يكونوا كومبيتون سور لو بلون بوليتيك ومن الناس اللي يعسوا كل حاجه مجوس. وعلاش مليح يكون ان اليمون او دو في لاكاف وتعطي له شاكا بلون، باسكو تعب باش يمشيو هذوك. نعم. ما يمشوش احنا الجزائر نحبك وتحبني، سي كوم سا، باش راهي فيرات دو لوت كوتي باسكو الناس مدهونين بلي سمي بالسمن والعسل، فهمني؟ احنا ما عندكش هذا الشيء هذايا. قاعدين كانوا واحد الوقت فوطوا ضد الجزائر، واش تحب دير؟ هاو في الجزائر كيفاش ولحقت. وللحد من جديد مشاهدينا الافاضل تتابعونا دائما حصه فار الهداف بحضور علي بن شيخ من اقصاص وزميل الصحفي عبد الرحمن بالعالية. كنا نتحدث قبل الفاصل الإشهاري عن قضية اتحاد العاصمة ورفض الفاف والاتحاد الرضوخ والاستسلام في هذه القضية حتى لا يتكرر هذا السيناريو الموسم المقبل والمواسم المقبلة مع الفرق الجزائرية المشاركة على الصعيد القاري. عبد الرحمن بالعالية، الآن الاتحاد يطوي فقط هذه الصفحة، يضع الكتاب جانبا، الكتاب يبقى مفتوح غير مغلق، يحول أنظاره إلى البطولة. معنويا اللاعبين متأثرين نوعا ما. أكيد، خاصة أنها أتت جاء بعدها الإقصاء من كأس الجزائر، يعني كان لها تأثير كبير جدا على أنصار الاتحاد وعلى لاعبي الاتحاد. تكلمت مع بعض اللاعبين كان أثرت عليهم أيضا عقوبة لجنة الانضباط بالخسارة، يعني بتلك القرارات البايخة إن صح القول، بالخسارة ذهابا 3-0. يعني تعرفوا على النتيجة وعلى القرار دقائق قبل مباراة شباب الوزاد، كان لها تأثير
كثير شاهدنا انه شباب بلوزداد كان الطرف الافضل في اللقاء، يعني طيله 120 دقيقه الاتحاد كان غايب من صح القول في نصف نهائي الكاس. اليوم ما عليه الا العوده الى البطوله، سيلعب مباريات متاخره بدايه هذا السبت امام شبيبه القبائل، بعدين موديه وهران وموديه البيض. عنده مشوار ماراثوني صح القول، يعني يملك مباريات متاخره كثيره. ثلاث لقاءات، أربع مباريات عفوا. بخصوص لقاء أو قضية نهضة بركان، قلت لك اليوم على إدارة الاتحاد أن تسارع في حسم ملف المحامي الذي سيرافع في هذه القضية. الاتحاد البعض قد لا يتذكر أنه فاز في قضية لافي والدربي الشهير مع مودية الجزائر، فاز في الطاس، يعني يملك خبرة في هذه المحكمة وفاز في قضية سابقة. اليوم قلت لك قبل الفاصل نعطيك فكرة أنه أو أريد تمرير رسالة أنه يلزم أنه نكشفوا كل أوراقنا اليوم أمام المنافس، لأنه اليوم أنا نواجهه في منافس وطرف آخر هو نهضة بركان والاتحاد الإفريقي لكرة القدم. صرنا في الأيام الأخيرة نمدوا كل شيء، نمدوا المواد القانونية التي سنعتمد عليها، كل المعلومات. رئيس الاتحاد سافر، رئيس الاتحاد عاد، يعني شايف كنا نتكلموا على كل التفاصيل، وهذه في جهة أخرى نمدوا في كل أوراقنا ونكشفوها للمنافس، نتركوا الحسم للمحكمة في لوزان. قضية الفاف أو ملف الفاف قد يأخذ وقتا مقارنة بملف اتحاد العاصمة الذي سيكون مستعجل لأنه مرتبط بنهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. نعم. علي بن شيخ، الآن معنويا اللاعبين باش نختموا هذا الموضوع، العودة إلى البطولة، 35 نقطة، 4 مباريات متأخرة، الاتحاد ما زال في سباق البوديوم. على الصعيد المعنوي يعني كيفاش يتمكن الفريق من تخطي هذا الأمر ويعود بقوة؟ يفوك ينساو هذا المشكل، هذا المشكل خليوها للإدارة. اللاعبين ما عليهم ستاف الا يسو كونسونتر لي ماتش اللي جايين ولي ماتش روتار اللي عندهم باش يسيو او كاو تروح لهم هذه يسيو رياليزيو وما ممكن يحوسوا على لا دوزيام بلاص. دونك يفو سو كونسونتري سو الشامبيونا، حتى من بعد يعطوك ريزولتا ولا يقولوا لك سي تعاود المقابله تروح تعاود. لا قال لك ما كاش وما راك في الطريق هذه. نعم. امين خلاص الاتحاد يبقى في سباق البوديوم، 35 نقطة، 4 مباريات متأخرة. قلت 35 نقطة، 4 مباريات متأخرة. أنا نقول باللي مازال الأمل لاتحاد العاصمة للتأهل سواء تشامبيونز ليغ ولا كأس الكاف. أنا نقول باللي لازم يطوي الصفحة تاع كأس إفريقيا. ما من اللاعبين يديروا في راسهم باللي كل اللي يلعبوا الي روتور وتيليميناو ماشي نهاية العالم، هي مازال. احنا ان شاء الله ما نتمناو لهمش يتيليميناو، مي دوك لازم يكونسونطريو على البطولة، ينساو باش وما يعوضوا كما نقولوا حنايا هذا واش صرا في الآونة الأخيرة هذه يعوضوه في البطولة. ولما لا بداية من اللقاء تاع شبيبة القبائل اللي هو اللقاء مهم للاتحاد العاصمة، وما لازمش دوك يريحوا اللاعبين يجيبوا سبب هذا الامر. دوكا ولا عنده 4 مقابلات متاخره، دوك ولا ما دارش ريزيطا نريحوا عايشين بوسمو بالباسي. لا، دوك لازم يشوفوا فير لافون. خويا مازال ام جايينك ديماش، دوك لازم تفتح صفحه جديده وبدا في اللقاءات هذو باش تسيي تتاهل. بدايه من مباراه شبيبه القبائل عبد الرحمن في ظل الغلق ملعب 5 جويلية، المباراه تتجه للاجراء في ملعب لم تحسم بعد. هناك لم تحسم بعد. من يتحدث عن ملعب الراقي وملعب ضل البيضاء ايضا، يعني لا ادري، يعني لم يحسم بعد اين ستجرى هذه المباراه. غلق ملعب 5 جويلية جاء في ظرف حساسي صح القول، لانه يعني نحن في مرحله حاسمه في نهايه الموسم، وملعب كان يحتضن مباريات كثيره لكل الانديه العاصميه تقريبا. فاليوم نشوف انه نحن في صح القول في ورطه، لانه مو ناحيه يلعبوا الانديه. صح، عندك ملعب تاع براقي واش ملعب في ورطه، او كونترار يخرج لقاء كما نقولوا حنايا كلاسيكو، تقدر تقول كلاسيكو بين اتحاد العاصمه وشبيبه القبائل في ملعب براقي. شفنا اتحاد العاصمه شباب بلوزداد حقيقه متعه خويا، متعه كاليتي ديما شابه. وبدا خلونا امام الفيدرالي ولا لا ليغ، احنا شفنا باللي الملعب راهو على اتم جاهزيه تاع ملعب براقي.
ان شاء الله يكون في اللقاء في ملعب يجي الجمهور سواء تاع شبيبه القبائل، ولا نشوفوا لقاء كبير ان شاء الله. هما من الانصار يتمتعوا، هما في تيران شباب وكذا. كاش منها تقول لي انا شغل في ورطه، كي سمعت في ورطه قلت ما عندناش ملاعب. ورطه في بالغلق ملعب زعما كي غلق سان جوي سان جوي تغلق بور اون كانزان دو جور. هذا ما كان لبس كي تغلق بور اون كانزان دو جور ممكن رايي انايا ممكن لا فينال لا كوب داجي تلعب في اقرب وقت كي نغلقوا بور 15 جور. عندنا ملاعب يا اخي. البارح كنا ضياف نشتكي، واليوم عندنا ملاعب في الطوب نبداو. سبور ساك منا لقدام يفوك لافاف. لازم والد صادي يفوك ياخذ هذه لا فيديراسيون بقوه. ما كاش يدير ان بروغرام ما فيهش قاعد يتراجع عندنا لا نلعب في حومتي الاخر لعب منا ما كاش. هذه تلعب هنا تلعب ما تلعبش منا تربح خويا. او درنا ملاعب باش نشوفوا فيهم. نعم مسخروش. خلاني كي قال عبد الرحمن خلاني كي قال لي في ورطه. ماناش في ورطه. كاين ملاعب مثلا ملعب بالراقي. نعم ملعب بالراقي. وعلاش خدموه يمال الدوله الجزائريه؟ علاه لم يستغل بشكل معليش. كان تيران عيان عاودوا خدموه. شفنا اللقاء الاخير شباب بالوزداد ضد اتحاد العاصمه. شفنا التيران. انا حقيقه استمتعت. بيان سور تستمتع سواء في المدرجات سواء في الملعب ولا ارضيه الميدان. ما ارضيه الملعب ما من الجوال ما عندنا نقولوها بكل صراحه ما من نيفو هابط شويه. حتى المستوى يطلع المستوى. ما من اللاعبين تجيهم لونفي تكون عندهم هذيك الحراره تكون كذا تيران شباب كذا وتسوق صوره جميله للبطوله الجزائريه. نروح للدار البيضاء انايا كاليتي ديما شغل 1980. لا خويا باش نختموا فقط موضوع اتحاد العاصمه. اخر سؤال عبد الرحمن، هناك حديث عن رحيل المدرب غاريدو في نهايه الموسم، صحيح او ان الخبر مجرد اشاعه؟ لا سمعتها من عندك شخصيا، ما سمعتش هذه الاخبار تاع خبر رحيل غاريدو. لا اظن حتى نتائجه في المستوى حوالي 20 مباراه حوالي 20 لا نتائجه مقبوله جدا، رغم انه ضيع كاس الجزائر. يعني قلت لك الفريق عاش اسبوع صعب جدا. يعني من الاربعاء من الاحد عفوا للاربعاء كانت هناك 4 أيام و5 أيام كان تاع ضغط رهيب جدا، وخاصه انه قرار قلت لك تاع الانضباط صدر ساعات قبل مباراه شباب بالوزداد. كانت بعض الامور اللي ما سمحتش للفريق انه يقدم مباراه ويمشي للنهائي. اليوم علاش نحي غاريدو ونهايه الموسم لم يتبقى لها الكثير؟ يعني علاش تغير طاقم فني للمره الثالثه؟ يعني نعم. كيف ما شفتوا خوتي العزاز في اعلام لا لاند في عالم اخر. يعني واخا هما عارفين بان الطاس ما غاديش يحكم لهم في هذه القضيه، غير انهم كيحاولوا انهم يغيبوا الشعب ديالهم ويصبروا ويقولوا لهم راه فريق اتحاد العاصمه هو اللي غادي يربح هذه القضيه. ما تنساوش لايك والكومنت. تهلا.